الدوري الممتاز الانجليزي او البريمير ليج. في طبعا للمره العشرين هناك السير أليكس فيرجسون بيفوز او مانشستر بيفوز المره العشرين. هناك عوامل كثيره ادت الى هذا الفوز. هل استخدام روبن فان بيرسي من ضمن هذه الاسماء المتواجده للحصول على الدوري الانجليزي الممتاز؟ يعني طبعا ده من العوامل الكبيره المؤثره ومهمه جدا كمان. فان بيرسي يمكن اول لقب يحقق فيه بطوله الدوري بعد بقائه في الارسنال فتره كبيره جدا. انا اتصور طبعا ان فان بيرسي كان اضافه ممتازه على المستوى التهديفي ومن افضل الهدافين اللي جم في الفتره الاخيره بالنسبه لمانشستر بعد غياب فان نيستلروي من كتيبه مانشستر. دي نقطه ثانيه، ثبات التشكيل بالنسبه لمانشستر في معظم المباريات كان له دور كبير جدا. 3 في رايي ضعف المنافسين اذا كان مانشستر سيتي اللي كان ضعيف او بعيد تماما من بدايه السيزون. نفس الموضوع ليفربول اللي بترنح في بطوله الدوري تحديدا من 25 سنه او 24 سنه. نفس القصه تشيلسي، اقاله مدير فني وتعيين مدير فني وعدم استقرار اداري واستقرار فني اثر كتير جدا. بالاضافه طبعا ان الارسنال لا يجيد احراز البطولات وهو فريق ليس من قيمه البطولات، يعني فريق عنده امكانيات عاليه جدا ولكن لا يستطيع تكمله النفس الى النفس الاخير. توتنهام فرقه بتلعب على المركز الثالث او الرابع كدوري ابطال اوروبا، عشان كده اعتقد هذا الموسم استثنائي ليس لقله المنافسه ولكن لان مانشستر فريق قوي جدا. دي النقطه الثالثه والاهم ان المانشستر من بدايه السيزون هو اول البطوله، صحيح. وهذا في حد ذاته رقم قياسي جدا بالنسبه لمانشستر في عدد مرات الفوز كمان على ملعبه مع السير أليكس فيرجسون. يمكن كان في احد الاشخاص اصدقاء اللي اتكلموا على الفيسبوك ماذا يحتاجه فريق مانشستر الموسم القادم. انا في رايي محتاج قلب دفاع في ظل هبوط مستوى فيرديناند، ويمكن فيديتش في رايي لم يعد بالمستوى الكافي على زي ما كان في المواسم السابقه. ما فيش الا ايفنز فقط لا غير، وسمويلينج برضه مش بنفس المستوى. فيل جونز ما ينفعش يعني ممكن ينفع بس مش في قيمه فيديتش ولا فيرديناند لما كانوا في قوه امكانياتهم. فيديتش لو رجع يلعب بصفه مستمره ممكن يكون اضافه كبيره جدا. مدافع ايمن، لان حتى الان بعد غياب جاري نيفل من فريق مانشستر اعتقد انه لم يجد المدافع القوي. استخدم لعيبه كتير جدا، استخدم فالنسيا، استخدم سمولينج وفيل جونز نفس الموضوع. فيمكن برضو ده رافائيل لان طبعا المدافع الايمن محتاج. انت ارجع للفرق اللي بتوصل للبطولات الكبيره او الفاينل الكبير مثلا زي فرقه الباير فيليب لام وديفيد الابا، فرقه بروسيا بيتشيك وشميلزر، فرقه البارسا داني الفيش وجورد الابا. يمكن اطراف الريال مكسحين شويه اذا كان اربيلو او كونترو اعلى منه نسبيا. نعم. ثالث حاجه في المفروض بالنسبه لمانشستر ظهير ايسر. لا وسط ايمن وسط ظهير ايسر مش عايز كان ايفرا. يعني بص محتاج لان بس يمكن ايفرا المدافع الايسر بالذات يا كابتن تامر على مستوى العالم في مشكله، بس البديل برضه في مشكله كبيره جدا على مستوى العالم، حتى تلاقيه يعني عمله نادره صعب جدا تواجدها. ما هي في بعض اللعيبه الممتازين في الوقت الحالي. يعني انا لو انا مانشستر احاول اتعاقد مع دافيد الابا اللي موجود في الباير اجيبه ويلعب. لو انا مانشستر يعني لو بالامكانيات الماديه الموجوده عندهم متاحه ممكن يتكلموا عليه. شميلزر اللي بيلعب بالنسبه في الوقت الحالي بالنسبه لفرقه البروسيا دورتموند، اثنين لعيبه عندهم امكانيات عاليه جدا. اذا كان مانشستر يريد انا سعيد دوري ابطال اوروبا. عاوز الابقاء على دخية. طب قبل ما نروح لخط الوسط، الابقاء على دخية او ليندجارد يكملوا مع مانشستر يونايتد. عنده مستقبل. دخية في الفترة الجاية هيكون له شأن كبير جدا مع مانشستر. خلاص خبرة الدوري الإنجليزي، أصبح عنده شخصية وعنده قوة عالية جدا. يعني في بعض الأفوات والأخطاء، ولكن أعتقد كمان إن فاندر سار كان في بداية السيزون أو بداية مشواره مع مانشستر ما كانش بنفس القوة اللي ختم فيها، وده يمكن برضو بيؤكد إن عين السير أليكس فيرجسون على دخية عين ممتازة جدا. تمام. وسط ملعب محتاج في رأيي مانشستر محتاج صانع ألعاب بنفس قيمة وكفاءة بول سكولز. حتى الآن لم يجد صانع ألعاب. ويروني ساعات بيعملها ولكن مش طبيعته ولا قيمة ويروني. محتاج لاعب بامكانيات بول سكولز. بنتكلم على تشافي، بنتكلم على انيستا، بنتكلم على شفينشتايجر، مارتينيز، لعيبه لديها امكانيات عاليه جدا ممكن تفيد او تزيد وتزود من قوه مانشستر في الحته الدفاعيه وفي الحته الهجوميه. راس حربه ثاني بديل فان بيرسي او مع فان بيرسي، خاصه ان في كلام ان ويروني ممكن يمشي، ايفرا ممكن يمشي، نفس الموضوع لبعض اللعيبه ممكن تعتزل. ناني نفس القصه، انتوني فالنسيا. اخر حاجه يعني المفروض يكون في لاعب وسط ايمن او وسط ايسر على المستوى العالي. انا بتكلم على جاريث بيل في رايي رقم 1، ارين ليونر رقم 2، اثنين لعيبه ممكن يدوا بشكل كويس جدا مع فرقه المانشستر في الموسم القادم. نعم. بديل سكولز وبديل جيجز يعني.
لان يمكن جيجز حتى ما عادش بيلعب. يعني انا شايف مانشستر حتى اوسير بيتجه كابتن خالد للاعبين صغار السن 19 20 سنه ليسد فراغ بول سكولز يعني. دي هنرجع لها نتكلم فيها. طبعا بيحتاج، هو طبعا عنده كليفرلي لاعب ممتاز بس لسه ما عندوش الخبره الكافيه. يعني حتى كاريك في رايي ما بيأديش بشكل كويس في الفتره الاخيره. مانشستر محتاج لاعب عقل، مدير فني جوه الفرقه. المدير الفني كان بيعملها بول سكولز ولا اندرسون كمان. انا في رايي مدير فني جوه اللي هو العقل بتاع الفرقه، اللي هو الراجل اللي بيقدر يحرك كل الخطوط، اذا كان دفاع ونص او خط هجوم، الراجل اللي ممكن من كره واحده يخلص لك المباراه. فرقه مانشستر محتاجه واحد يكون عقل كمدير فني جوه الملعب زي بول سكولز. ومنين نجيبه بقى؟ في لعيبه كتيره جدا موجوده على الساحه، زي ما الباير خد جوتزي، وده من اللعيبه الكبار جدا، خد جوتزي ب 37 مليون يورو. يعني اعتقد ان مانشستر ما عندوش اي مشاكل ماديه، وهو خاصه انه من اغلى الانديه اللي موجوده على مستوى العالم. نعم، وانا اثق في السير تماما وانتداباته للمرحله المقبله. كابتن خالد، مانشستر سيتي ماذا اختلف مانشستر سيتي هذا الموسم عن مانشستر سيتي الموسم الماضي؟